سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ومرحبا بكم معي دائما في قناتي. ووصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله راح ندير معكم وصفة الكروكو او الكروكي بطريقة سهلة، بالزيت فقط. راح يجيكم هشيش كأنه مخدوم بالزبدة، يجي بزاف هايل بطريقة سهلة. إذا نروح نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. اذا هنايا عندي 4 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. راح نضيف عليهم كاس نتاع السكر، وزيدوا عليهم مغرفة صغيرة نتاع لافاني، بلا ما ننساو القرصة نتاع الملح. دائما يعني نديروها في الحلويات ديالنا هكذا. ونجيبوا الخلاط الكهربائي، راح نخلطوا هذو المكونات مليح، نخلطوهم مليح حتى يذوب هذاك السكر هكذا. وهنايا راح نجيب بنفس الكاس نتاع السكر نعمرو زيت، وهذاك الزيت راح نضيفوه غير بالتدريج، يعني ما تضيفوش بضربه واحده، نضيفوه غير بشويه هكذا باش يجيكم الكروكي ديالكم يجي هشيش. نضيفو غير بالعقل الزيت ديالنا ونخلطو بالخلاط الكهربائي. هنا اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي تخلط فقط باليد حتى ينسجموا كامل المكونات مع بعضهم. هنا راح نجيب نشا، عندي كاس نتاع نشا ندخله مليح هذاك في الخليط هكذا كما راكم تشوفوا. وانا راح نجيبوا الفرينه ديالكم تكون دائما مغربله هكذا باش ما ديرلكمش التكتلات في العجينه هكذا. وعندي 2 كيس نتاع خميره الحلويات نضيفهم هكذا، ونبدا نضيف الفرينه غير بالعقل، نضيفو غير بشويه ونلمو هكذا باليد. يعني ما ديروش الفرينه ضربه واحده، ضيفوا غير بالعقل هكذا باش تحصلوا على عجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا. العجينه نتاع الكروكي دائما خليوها تكون طريه، يعني شويه هكذا سايحه باش يجيكم الكروكي ديالكم طري، يعني ما تشيحوهاش بزاف كما نتاع الصابلي. هنايا نجيبوا السني ديالنا اللي يدخل للفور كما راكم تشوفوا، دهنته هنايا بشويه زيت هكذا، وناخذ شويه من العجينه تاع الكروكي هكذا، نعملها على شكل حربوش كما راكم تشوفوا، طريقه واضحه. نديروا هكذا على شكل حربوش وراح يعني نبسطها هكذا شويه. هنايا يعني تقدروا تحكموا في الكروكي ديالكم، اللي يحب يعني يديروا كبير بزاف ولا ديروه صغير هكذا. نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه نخدموها، نديروا حربوش هكذا ونطرحوه شويه. هنا عندي حبة تاع البيض او صفار بيضة، درت لها شويه نتاع اللافاني وندهن السطحه ديال الكروكي ديالي. هنا تاني تقدروا ديروا شويه تاع قهوه مع هذاك صفار تاع البيضه، راح يجيكم بزاف هي تاني يجي محمر الله الله هكذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. بالبانسو ندهنوا كامل الحرابش ديالنا هكذا. وهنايا جبت فرشيطه نديرو خطوط هكذا كما راكم تشوفوا بهذيك الفرشيطه يعني. وهنا حنزيد نكملو تزيين هذه شويه من الفوق، عندي شويه كاوكاو، انتم يعني ديروا جلجلان ولا كما تقدروا تخليوها يعني هكذيك، ما ديروا له حتى حاجه من الفوق، تخليوها سامبل. انا هنايا قلت لكم درت شويه كاوكاو فقط. هكذا نكمل كامل الحبش ديالي نديرهم هكذا شويه كاوكاو من الفوق.
هنا بعد ما كملت الكروكي ديالي، هنا نديرو الفور ديالنا يسخن مليح. راح ندخلو الديب، طيبوه يعني من تحت، وزيدو عاودو حمروه يعني من الفوق كما راكم تشوفوا الصورة امامكم. هنا راح نجيب سكين، يكون سكين ماطي هكذا باش يعني تعرفوا تقصوه وما يتفرفتش معكم. هنا يكون الكروكي سخون شويه يعني مش بارد، ديروه شويه يعني مازال دافي هكذا باش يتقسم معكم ليه ويعني ما تفرفتش معكم. كما قلت لكم الكروكي راهو جاي بزاف هشيش كانه مخدوم بالزبده، يجي بزاف هايل. هكذا نقص بهذه الطريقه، وقصوه غير بالعقل كما قلت لكم باش ما تخسروش الحبات ديالكم تاع الكروكي. نكمل نقص كامل الكروكي. وهنايا بعد ما قصيت كامل الكروكي نقلبوهم بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، نقلبوهم باش يعني يزيدوا يطيبونا من كلا الجهتين، يعني نقلبوهم هكذا يطيبوا من جهه هذه ومن بعد نزيدوا نعاودوا نقلبوهم يطيبوا من جهه الاخرى، يتحمروا يعني من كلا الجهتين. هكذا هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما دخلته يعني حمار لي من كلا الجهتين. هنا الكروكي ديالنا راهو واجد، جا بزاف هايل. قلت لكم جا هشيش يعني اللي يحب الهشاشه. الكروكي ديالنا جا بزاف هشيش كانه مخدوم قلت لكم بالزبده. هنا راح نقسم معكم حبه هكذا. جربوا الوصفه هذه على طريقتي وان شاء الله راح تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.